هنعمل حلة ورق عنب بس من الاخر. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. حلة على النار فيها زيت وملح وليمون. هنسلق ورق العنب زي ما هو كده وجاي متربط برصته. هنسلقه غطسه كده بحيث يسلق ويبقى سلق واحد ويتغير لونه كده واطلعه. مش هطول عليه. اقلب فيه كده كويس عشان يكون الورق يخش له الميه ويتسلق نفس السلقه كده. خلاص هبدأ انشله واحط غيره بقية الورق بنفس الطريقة واحاول اغطسه عشان كل الورق يتسلق معانا نفس السلقة. اصفي كده المية. ابدأ بقى ايه اغطسه كده عشان المية تخش وتتغلغل باقي على بقية الورق اللي جوه كده. خلاص هبدأ بقى اسبك للمحشي بتاعنا نفس التسبيكة اللي انا بسبكها كل مرة. زيت نباتي وبحط بصلتين متقطعين، بصلتين وسط كده. اقلبه تقليبه كده حلوه ومش عايزاه يحمر مني قوي. مجرد بس يدبل هنزل عليه بعصير الطماطم وصلصه الطماطم كده. خلاص يعتبر هنزل كده في الوقت دوت بعصير الطماطم. هي التسبيكه ديت اللي بسبكها لجميع انواع المحشي عندي، مش بغيرها. هبدأ اضيف للتسبيكه معلقتين صلصه جاهزه والتوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن ملح وسكر وفلفل اسمر وكزبرة وشطة ونعناع وكمون. اسيبها بقى تتسبك. هنا انا حضرت الحلة اللي هسوي فيها المحشي. حطيت شرايح جزر وخضرة في الارضية عشان يحمي المحشي بتاعنا، والخلطة كمان جهزت. وهبدأ احشي في كذا طريقة لللف. هوريكم الطريقتين. ممكن الفه كده على ايدي او على القرمة. على القرمة بقى هبدأ افردها كده واحط حبة رز صغيرين كده على قد الصباع المحشي والم من الجناب بالمنظر ده والفها كده رول والف. خلاص كده خلصت معانا بالمنظر ده. هبدأ تاني الف واحد تاني، احط حبة رز على قد صباع المحشي والم الجوانب والف كده زي رول. قفلته اهو بالمنظر ده. احطه جنب التاني. في بقى انا هعمل طريقة تانية اللي هي على ايدي، الفه على ايدي. بنحط الحتة الخشنة هي اللي عليها الحشوة بتبقى لجوه. احط هنا الخلطة على قد الصباع المحشي والم من الجوانب والفه كده وابرم واقفل على الحشوة بالمنظر ده كده. الصباع بقى جاهز معانا. ابدأ الف واحد تاني، احطه كده على اطراف ايدي واحط الخلطة على قد الصباع المحشي مكترش واقفل على الحشوة. في ناس بقى بتحط لحمة مفرومة، حطي براحتك الطريقة اللي تعجبك. انا عاملاه سادة من غير لحمة مفرومة والفه بالطريقة دي. اشيل اي زيادات رز على الصباع عشان يبقى مفيش رز خارج المحشي كده وشكله مش ظريف. وابدأ اكمل الحشو نفس الطريقة. احط في النص والم الجوانب والف كده رول، اقفل على الحشوة بالمنظر ده. انا هكمل لف المحشي والمنظر اهو هيبقى معانا بالمنظر ده. هبدأ ارص الحلة
وهرجع لكم هنشوف هنعمل فيها ايه. نزلت معانا ومعايا معلقتين دبس رمان هيدوا طعم وتست حلو قوي للورق العنب. ومعايا ورقتين كده كانوا كبار شلتهم على جنب عشان احطهم على وش المحشي عشان ما يفرطش منك. كده على الحلة بالمنظر ده. هبدأ بقى عندي شوربة سخنة، بس الشوربة السخنة تكون بسوى المحشي بتاعنا مش زيادة عن كده. عايز الحلة كده كده بقى خلاص هسيبها اغطيها وهسيبها تستوي. احط طبق واحط واغطيها بغطاها وخلاص اسيبها لغاية ما تستوي. وهنا اهي استوت معانا وانا شلت الورق اللي على الوش. هبدأ بقى اقدمها. الحلة معايا بعد ما استوت هبدأ اهزها هزة كده عشان الصوابع كلها تفك عن بعضيها، وابدأ احطها في السرفيس بالمنظر ده. وانا هي قدمتها مع شرايح ليمون. يا رب الوصفة تعجبكم، جربوه بدبس الرمان هيعجبكم قوي. بألف هنا وشفا على قلوبكم.